السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض بسكوت شاي بطريقة كده اقتصادية جدا، وبجد طعمه حلو قوي. لازم تجربوه. اول حاجة كده انا جبت معايا كوباية ونص، يعني حوالي 350 جرام من السمنة مش سايحة، هي بدرجة حرارة المطبخ. وزيهم 350 جرام او كوباية ونص من السكر البودر. سبتهم كده طبعا في العجان لحد ما ياخدوا الفوم كده. جهزت معايا بقى الدقيق بتاعي، ده كيلو دقيق. حطيت عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من النشادر ورشة الملح. قلبته كده كويس جدا لحد ما اختلطت المكونات. نرجع للعجان بقى. الخليط بتاعي كان امتزج بقى كويس جدا. هنا انا حطيت ريحة برتقان، عايزة تحط ريحة موز براحتك خالص، عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة. هقلبهم كده مع بعض تقليبة. مجهزة معايا طبعا كوباية لبن بدرجة حرارة المطبخ. هنزل بيها تدريجي كده، أول ما شوية اللبن اللي أحطهم يختفوا تماما أنزل بشوية كمان، تقريبا على 5 مرات كده لحد ما أخلص الكوباية كلها. هنا خلصت الكوباية كلها بقى. بصوا القوام بتاعي هش جدا وحلو. هحاول طبعا احافظ على الهيشان دوت، لان ده اللي هيدي طعم وطراوة كده للبسكوت بتاعي. هنزل بقى بالدقيق بتاعي بعد ما جهزته، واما اقلبه كده اقلب بالراحة بالسباتولا من فوق لتحت كده بالراحة لحد ما الدقيق بتاعي يختفي تماما، زي ما هتشوفوا معايا كده بالشكل ده. بالراحة خالص علشان الهواء اللي دخل فيه السكر والسمنة يفضل محافظين عليه يعني. هنا بصوا العجينة خلاص هي بتبقى مفرفتة كده، مش البسكوت مش بيحتاج عجن كتير. مجرد ما انتي الدقيق اختفى خلاص كده تمام جدا، عشان ما يعملش معاكي عرق. هنا جبت بقى المكنة بتاعتي وهبتدي اشتغل كده. اقطع كده طبعا اي اشكال براحتك، انتي بقى غيري الشكل اللي انتي عايزاه. هنا انا بقطع كده في الشكل ده، ودهنت الصينية بتاعتي مسحة زيت، وهبتدي ارص بقى فيها. طبعا الصينية اللي بتخلص بدخلها على طول على الفرن، درجة الحرارة على 180. تقريبا بتقعد من 20 ل25 دقيقة، وبيطلع معانا بجد مفيش احسن من كده. هنا انا خلاص كده خلصت الصينية بتاعتي اهيت. هدخلها بقى الفرن واخلص بقية الكمية كلها. بسكوت اقتصادي والكمية ما شاء الله حلوة قوي. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.